السوشيال ميديا تأثيرها إيجابي ولا سلبي؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من جولدن بودكاست. معاكم دهب، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيمس حياتنا كلنا: تأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. كل يوم بنقضي ساعات على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، تويتر. بنشوف صور، فيديوهات، ترندات، والناس بتتكلم عن حياتها. لكن هل فكرنا ازاي ده بيأثر علينا؟ هل السوشيال ميديا فعلا بتساعدنا ولا بتستهلك طاقتنا النفسية؟ في الحلقة دي هنتكلم عن الجوانب الإيجابية، الجوانب السلبية، وإزاي نحقق توازن صحي في استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا مش كلها ضرر، بالعكس ليها فوائد كتيرة. منها التواصل الاجتماعي والدعم العاطفي. في ناس عايشة بعيد عن أهلها وصحابها، ووسائل التواصل بقت وسيلة أساسية للتواصل معهم. التوعية بالصحة النفسية. في صفحات ومبادرات بتوعي الناس بمشاكل الصحة النفسية، وبتساعد في نشر معلومات مفيدة. التعبير عن النفس والإبداع. ناس كتير بتستخدم السوشيال ميديا كمساحة يعبروا فيها عن نفسهم، سواء بالكتابة، الرسم، التصوير، أو حتى الفيديوهات. الوصول لمصادر تعليمية. بقت في فيديوهات ودورات مجانية بتساعدنا نتعلم حاجات جديدة ونطور من نفسنا. لكن زي ما ليها فوائد، ليها برضه تأثيرات سلبية لو استخدمناها بطريقة غلط، زي القلق والاكتئاب. لما نشوف حياة الناس المثالية على السوشيال ميديا، نبدأ نحس إن حياتنا مش كويسة، وده ممكن يسبب إحباط واكتئاب. إدمان السوشيال ميديا. ناس كتير بقت مش قادرة تبعد عن تليفونها، وده بيأثر على الإنتاجية والعلاقات الحقيقية في حياتنا. اضطرابات النوم. استخدام التليفون قبل النوم بيأثر على جودة النوم، وبيسبب أرق وتعب طول اليوم. التنمر الإلكتروني. في ناس بتتعرض لتعليقات سلبية أو تنمر على السوشيال ميديا، وده بيأثر على ثقتهم بنفسهم. الخوف من الفوات، FOMO or fear of missing out. إحساس إنك لازم تتابع كل حاجة بتحصل عشان ما تحسش إنك متأخر عن العالم، وده بيخليك في حالة توتر مستمر. طب إزاي نحقق توازن صحي؟ عشان نستفيد من السوشيال ميديا بدون ما تضرنا، لازم نكون أذكياء في استخدامها. إزاي؟ تحديد وقت الاستخدام. نخصص وقت معين للسوشيال ميديا بدل ما نفضل فاتحينها طول اليوم. متابعة المحتوى الإيجابي. نتابع الناس اللي بتقدم محتوى مفيد وملهم، مش اللي بيخلينا نحس إننا أقل منهم. ممارسة أنشطة بديلة زي الرياضة، القراءة، أو قضاء وقت مع العيلة والصحاب في الحياة الحقيقية. إغلاق الإشعارات علشان ما تبقاش مربوط بالموبايل طول الوقت وتحس براحة نفسية أكتر. الوعي بالمحتوى. نعرف إن مش كل حاجة بنشوفها على السوشيال ميديا حقيقية، كل واحد بيعرض أفضل جزء من حياته بس. السوشيال ميديا أداة قوية، بس احنا اللي بنحدد نستخدمها ازاي. يا إما تكون حاجة مفيدة تساعدنا نطور من نفسنا، يا إما تكون حاجة تسرق وقتنا وطاقة نفسيتنا. حاولوا تفكروا النهاردة، هل استخدامكم للسوشيال ميديا صحي؟ ايه الحاجات اللي ممكن تغيروها عشان تكونوا في حالة نفسية أفضل؟ شكرا ليكم إنكم سمعتوا الحلقة. ما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم لو حسيتوا إنها مفيدة، ولو عندكم أي موضوعات حابين نناقشها الفترة الجاية اكتبولي في الكومنتات. واستنوني في الحلقة الجاية من جولدن بودكاست. سلام.